بداية أحداث اللقاء. ديمبلي، كرة طويلة إلى الأمام، حارس متألق وينجح في الحصول على الكرة. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. سافيتش، فيتسن، ضغط قوي وينجح في استعادتها. يمر ويلعب كرة بينية. ليفاندوفسكي، تصدي غير عادي من حارس المرمى. ليفاندوفسكي قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من ابعاد الخطر. الآن فرصتهم للمرتدة. يلعب كرة بينية، ابعاد ناجح للكرة. فيتسل، ليمار، كرة طويلة للأمام. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. ديمبلي، فرصة هجوم معاكس، استقبال جميل من جانب ليفاندوفسكي. خيمينيز، ليمار، جريزمان، الكرة ملعوبة من مسافة. بيكي يتسبب في خطأ. يجرب التسديد مرة أخرى. فعلوها، سجلوها في الشباك، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. ليمار يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. هجمة مرتدة الآن. بوسكيتس، لمسة بينية، وانتهى الشوط الأول. لم يحرزوا أهدافا بعد، لكنهم قدموا أداء جيد إجمالا، ربما سوى الحظ اللي كان يواجهه. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. برشلونة يجب أن لا يندفع خوفا من الخسارة، بكل تأكيد مطلوب منها التقدم، الاندفاع بالهجوم، ولكن أيضا لابد من أن يكون هذا الشيء بحساب. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. يلعب كرة بينية طويلة. غير معقول كمية حالات التسلل في هذه اللقطة. أيضا تسلل آخر. كرة طولية من الحارس. ليمار، خيمينيز، تدخل جميل واعتراض أجمل. ديمبلي يلعبها لمنطقة الخطر، يلعبها عرضية. الكرة داخل الشباك. برشلونة أحرزوا هدف التعادل الذي كانوا يبحثون عنه. إنهاء بشكل رائع في موقف 1-على-1.
بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يبحث عن المهاجم، يحاول أن يلعب كرة بين، تسديدة من أول لمسة. ديمبلي وصلت إليه، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم، ساول، أنتوني غريزمان، بوسكيتس، عثمان ديمبلي. الله على الكرة، جميلة، كرة طولية من الحارس. انتهت المباراة، تعادل بعد مباراة مثيرة. شكرا للاعبين على